من كل جهات المدن الخرصة ألوف شبان زحفين يسألوا عن موت الفجر. استنوا الفجر، ورا الفجر، ان القتل يكف، ان القبضة تخف، ولذلك خرجوا يطالبوا بالقبض على القبضة وتقديم الكف. الدم جلب الميدان وعدل وكأنه دم نحاس مصفور. انا عندي فكرة عن مدن يكرهها النور، والجبر اللي يبات مش مسرور. عندي فكرة عن العار وميلاد النار، والسجن في قلبي مش على رسم الصور. قلت له لا أبي أنا آسف، بلدي بربيع وصباح، لسه في قلبي هديل الينابيع، لسه في صوتي صهيل المصباح، لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الدكنة وبين الضي. بلدي مهما تتضيع مش هتضيع، مضايع اللمدان وسيع، يسع خيول الجميع، يقدم المقدام ويفرسن الفارس ويترك الشجاعة للشجيع. أنا ابن الخطاوي وابن البلاوي وابن اللي عايز عيدان غيطه تطرح غناوي. ودعت مصر النهاردة الخال عبد الرحمن الأبنودي شاعر الزمن الجميل عن عمر ناهز 76 سنة بعد صراع طويل مع المرض. متعنا الخال بكتير من أشعاره الثورية والرومانسية واللي لمست وجدان كل مصري كبير وصغير. اتولد الخال عبد الرحمن الأبنودي سنة 38 في الصعيد، في أسرة بسيطة في قرية أبنود بمحافظة قنا. اتربى في طفولته على حضور جلسات الشعر واللي كان بيسمع فيها السيرة الهلالية، واللي كان ليها تأثير كبير جدا في حياة الأبنودي. عاش عبد الرحمن الأبنودي تحولات سياسية واقتصادية وكمان اجتماعية أثرت أكيد في كتابته، واللي تميزت بالعامية والبساطة وعبرت عن معاناة الشعب المصري. اتعامل عبد الرحمن الأبنودي مع كتير من فنانين الزمن الجميل، شادية، صباح، فايزة أحمد، مع الراحل عبد الحليم حافظ، واللي كتب له أغاني الثورة والحب زي عدى النهار وأحضان الحبايب. ولا بعرف أبكي أصحابي غير في الليل، أنا اللي واخد على القمر ومكلمه أطنان من الشهور، وعلى النظر من خلف قوة في سور، واللي قتلني ما ظهر له دليل. وفي ليلة التشييع كان القمر غافل ما جاش، والنجم كان حافل، لا بطل الرقصة ولا الارتعاش. لما بلغنا الخبر اتزحم الباب واتخطفوني الأحباب، ده يغسل ده يكفن ده يعجن كف تراب، وانا كنت موصي لا تحملني الا كتوف اخوان اكلوا على اخوان وما بينهمش خيانة ولا خوان، والا نعشي ما هينفتش من الباب. مع السلامة يا خال. محمد متولي الشعراوي العالم الجليل واللي النهاردة ذكرى رحيله ال15، هو من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، وتفسيره للقرآن بطريقة مبسطة وعامية ده اللي خلاه يوصل لعدد كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي. إمام الدعاة كما أطلقوا عليها الشيخ محمد متولي الشعراوي. اتولد الشيخ الشعراوي في 15 إبريل سنة 1911 في قرية دقدوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم وهو عنده 11 سنة، والتحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، وظهر نبوغه من وهو صغير في حفظه للشعر والحكم المأثورة. تزوج الشيخ الشعراوي وهو في الثانوية، وده كان بناء على رغبة والده، وأنجب 3 ولاد وبنتين. زاد اهتمامه بالشعر والأدب، وكان ليه مكانة خاصة بين زمايله، فاختاروه رئيس لاتحاد الطلبة ورئيس لجمعية الأدباء بالزقازيق. التحق الشيخ الشعراوي بكلية اللغة العربية، وانشغل بالحركة الوطنية والأزهرية، وكان يلقي الخطب اللي تعرض بسببها للاعتقال أكتر من مرة، وكان وقتها رئيس لاتحاد الطلبة.
اتخرج الشيخ الشعراوي سنة 1940 وحصل على العالمية مع إجازة التدريس، وتعين الشعراوي في المعهد الديني بطنطا. انتقل بعد كده للمعهد الديني بالزقازيق، ثم المعهد الديني بالإسكندرية، وبعد فترة خبرة طويلة انتقل الشيخ الشعراوي للعمل في المملكة العربية السعودية كأستاذ للشريعة في جامعة أم القرى. اتعين كمان مدير للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 61، ومفتش للعلوم العربية بالأزهر الشريف سنة 62، ومدير لمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر حسن مأمون سنة 64. حياة الشيخ الشعراوي لم تقتصر على الجانب الديني فقط، لكنه كمان كانت له مواقف ثورية وسياسية كتيرة، فلم يخشى رئيساً أو يجامله. ومن مواقفه السياسية المعروفة واللي فجرت ثورة الأزهر عام 34 واللي طلبت بإعادة الشيخ المراغي بعد عزله من رئاسة الأزهر، خرج الشيخ الشعراوي في مقدمة المطالبين بإعادة المراغي لمنصبه وألقى أبياتاً من الشعر. تعددت مواقف الشيخ الشعراوي مع الرؤساء على اختلافهم، فعارض الرئيس الراحل أنور السادات في اعتقال الشيخ أحمد المحلاوي. كمان كان له موقف شهير مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما قال له بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا: أنا لن أنافقك وأنا أقف على عتبة دنياي، إن كنت قدرنا نسأل الله أن يعيننا عليك، وإن كنا نحن قدرك نسأل الله أن يعينك علينا. رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي. بسنت بكر، نغمة فهم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلدنا فيها 1,000,000 محامي، أشوف عددهم أقول يا حامي. أتاري فيها 2,000,000 حرامي وكل واحد عليه قضية. ما ينفعش نبدأ كلامنا إلا ونناديله بعم جلال عامر، لأنه مش بس عمك أو عمي، ده عم كل المصريين. جلال